هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم في قناة البنات. وحشتوني جدا يا بنات. والنهاردة يا رب يكون الفيديو كويس وتحبوه ويعني وتاخدوا فكرة كويسة عن الحاجات اللي انا هعرضها. الفيديو ده طلب مني، وهو فيديو على فكرة هيهمكم جدا. في بنوتة قالت لي يا ريت تصوري لي طقم البورنوس والفوط والحاجات دي. فالنهاردة قررت ان انا اوريكم الحاجات اللي عندي. ده يعني ده جزء منها. ان شاء الله هعمل فيديو تاني بجزء تاني من الفوط والحاجات دي. فيلا نبتدي ونشوف هوريكم ايه. خليكم معايا. ده كده يا بنات طقم البورنوس اللي انا جايباه. ده بيكون شكله كده. هو بيجي طبعا اتنين علشان ليكي ولجوزك ان شاء الله. انا اخترت اللون النبيتي علشان بحبه. هفتحه لكم دلوقتي. على فكرة الماركة دي تركي. لا، هي مش الماركة تركي. انا كل الحاجات اللي انا جايباها قطن 100%. هي هنا انا شفت هنا ان الموديل هو اللي تركي. فثواني افتحه لكم. هو بيكون جاي كده شكله. كده اهو يا بنات. حاولت ان انا يعني اظبطه عشان تشوفوه كويس. آه بصوا، هو النوع ده بيجي سادة خالص. يعني البورنوس بيجي سادة خالص، وبيجي معاه فوطين كده لكل بورنوس. فوطة فوطين، فوطة زي دي كده. ده بيكون شكلها اهو. بصوا التطريزات اللي فيها هادية خالص، وهي قماشتها حلوة قوي بصراحة. وبيجي معاها فوطة تانية كبيرة اهي. مش هعرف بقى افكها علشان خاطر مش هعرف اركبها تاني. بيجي معاها فوطة اكبر. ده بيكون شكلها. ودي رسمة التاني. رسمتها مختلفة وفيها كده استراس كده من على الرسمة. وبيجي معاها بنات بقى طبعا القطعة دي لكل بورنوس. دي ودي اهو كده. هو الطقم ده كامل. يعني حلو فكرة ان هو جاي بالفوط كمان، فدي حاجة كويسة. هفتح لكم ده برضو تشوفوه اهو. ده بيكون شكله كده. هو سادة خالص، وبيكون جاي معاه حزام. وفي هنا طبعا جيب عادي، بورنوس عادي يعني. بس الطقم ده كان عامل 600 جنيه. آه، فيعني حلو وشكله حلو، وكمان النوع ان هو كامل كده، فدي حاجة كويسة. هشيله دلوقتي وهوريكم اطقم الفوق. ثواني خليكم معايا. ده كده يا بنات الطقم الفوط. ده بيكون شكله اهو. بيجي منه الالوانات دي. الواناته حلوة جدا وزاهية جدا جدا جدا. يا رب يكون باين في الكاميرا. والبوكس بتاعه اللي جاي فيه هادي كده وشيك جدا. هوريهولكوا دلوقتي عشان تشوفوه اكتر اهو. بصوا اللون ده عاجبني جدا، حبيته قوي. شوفوا التطريزات اللي فيه تحفة ازاي، والواناته فظيعة. بصوا يعني فظيع بصراحة يا بنات. حلو جدا، عاجبني جدا. بيجي كده شكله كده في يعني تضليعات كده من هنا، ومن ورا وبر. يعني وبر. فشكله حلو جدا اهو زي ما انا وريتكم. بيجي طبعا منه الالوانات دي: البينك والفسفوري والاورنج الغامق واللبني، وده اللون متهيألي الاورنج الفاتح او حاجه كده. هي الواناته حلوه جدا وشكلها جديد ومبهجه كده. فالطقم ده حلو جدا اهو. الواناته هي بنات.
على فكرة الماركة دي انا جايبة منها حاجات كتير جدا، موجود من عندي يعني حاجات كتير جدا. هو مصانع ابو سليمان تكستايل ده حلو جدا يا بنات. على فكرة الماركة دي قطن 100%، والواناتها كده فظيعة. فيعني لو قابلكم الماركة دي هاتوها. وكمان الموديلات بتاعها هادية كده وجميلة. جبت برضو ده. شوفوا شوفوا العلبة بتاعتها هنا كده فستان زفاف. شوفوا فيها جليتر كده، وهنا رسمة البدلة. فشكل العلبة تفتح النفس بصراحة. ده بيكون كده ألواناتها موف فاتح ونبيتي وأبيض والفوشيا. افتح لكم مثلا الأبيض، شوفوه. بصوا هادي جدا جدا. شوفوا رسمتها، ومن هنا كده جاي برضو برسمة كده، ومن الناحية التانية. فبصراحة حلو جدا وشيك قوي. الطقم ده حلو جدا. انا في حاجات هحطها في، يعني حاجات زي كده وزي اللي قبلها هحطها ان شاء الله في حمامات ضيوف، علشان شكلها حلو جدا وقيمة. فانتوا كمان ابقوا اعملوا كده، يعني الحاجات الشيك قوي دي حطوها، يعني ما يبقاش عليها استهلاك كتير، عشان لو جالكوا ضيوف تلاقوا حاجة حلوة تحطها له. ده كمان يا بنات طقم كده. بصوا الواناته 6 فوط. حلو جدا، هفتحه لكم. بصوا ده اللون الاصفر، هادي جدا. النقشات بتاعته والواناته فظيعه. على فكره الواناته زاهيه جدا في الحقيقه. الاضاءه عندي هنا مفتحه خالص، يعني ده اصفر كناري كده، لونه فظيع. فده شكله كده، وهي بتيجي فيها تضليعات كده، فشكله حلو قوي. وبرده نفس ما انا قلت لكم، نفس الماركه، يعني موجوده عندي منها حاجات كتير قوي. بصوا برضو تغليفاتهم حلوة جدا، والعلب اللي بيجوا فيها تحفة. برضو هنا فستان زفاف كده بشكل تاني، وهنا العريس، فحلوة جدا. بصوا دي بيجي كده 4، الطقم ده 4 فوط. الأبيض والبني والبينك والأحمر، اللي هو النبيتي يعني قافل شوية. بس زي ما قلت لكم ان الإضاءة مفتحة خالص، الدرجات الألوان. بصوا ده شكلها، شوفي حلو جدا اهو يا بنات. بصوا في هنا برضو نقشات كده وفوق، هي جاية على شكل الشمسية كده، وفيها زهور كده، باسكت زهور، فحلوة جدا. وبرضو فيها ستراس. بصوا بقى انا جبت ده. الطقم ده هو طقم الفوط للمطبخ. فشكله حلو جدا، هفتحه لكم دلوقتي تشوفوه. طبعا انا زي ما قلت لكم ان احنا بنجيب فوط مطبخ كتير، يعني حلوه حبه حلوين كده، علشان خاطر بتكون مهمه. ثواني انزل لكم الكاميرا تشوفوها. بصوا ده بيكون شكلها يا بنات، بيكون ده حجمها، وبيكون عليها كده رسمه فنجان القهوه. فحلوه جدا، شكلها جميل. وبيجي بقى كل فوطه عليها رسمه شكل، هي برضو فناجين كده، بس كل فوطه بيجي عليها رسمه شكل. اهو ده بيكون شكلها، انا قلباها. اهو حلوة جدا. برضو انا جايبة فوط مطبخ برضو يعني غير دول.
وانواع تانية. فان شاء الله هبقى اوريها لكم في الفيديو التاني مع بقيه الفوط اللي انا جايباها. بصوا كمان في طقم ده. الطقم ده يا بنات بيجي كده في كيس كده، وبصوا دي الوانات اهو. هفتح لكم بقى منها لون تشوفوه. دي بقى ممكن اخليها يعني للاستعمال بتاعنا في الحمام اللي هو الرئيسي، لانها يعني عملية اكتر، وما فيهاش بقى سترس ولا حاجة ان انا احافظ عليها. يعني دي هتبقى كده. بس النوع ده حلو جدا، قطن على فكرة. كل الحاجات اللي انا جايباها قطن، قطن 100%. فطبعا القطن تحفة، واحنا عارفين ان هو فظيع يعني. ده كان فيديو النهارده يا بنات. كان فيديو يعني عن الفوط وعن طقم البورنوس بتاعي. فيا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا اخدتوا فكرة شوية عن الفوط والحاجات دي. فما تنسونيش بقى يا بنات في اللايك وسبسكرايب، ويا ريت تدوسوا على رمز الجرس اللي بيكون جنب السبسكرايب، علشان اي حاجة انزلها تجيلكوا على طول بيها اشعار وتشوفوها. وميرسي ليكوا جدا، وبحبكوا جدا جدا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ويكون في حاجات تعجبكم اكتر واكتر. باي باي.